مجتهد أونلاين أكاديمي. السلام عليكم الأصدقاء، مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد. إذا من بعد ما شفنا في الفيديو اللي قبل من هذا المحور الأول من الدرس ديال لي غاسين كاري اللي دوينا فيه على المفهوم ديال الجذر المربع، وشفنا كيفاش نحسبوا واحد الجذر مربع، وأيضا شفنا كيفاش نحيدوا واحد الجذر من واحد دينوميناتور، من واحد المقام. دابا غادي ندوزو للمحور الثاني اللي غندويو فيه على لي غاسين كاري اي لو زوبيراسيون، يعني الجذر المربع والعمليات. خاصة غادي نشوفوا الجذر المربع مع الضرب وايضا مع القسمة. اذا الا ما اشتركتيش في القناة، اشترك دابا في القناة ودعم المحتوى باش يتوصل بالفيديوهات ديالنا كل ما تلاح فيديو جديد توصل به. بلا ما نطلوا بزاف هاد المقدمة هادي، نبداو الشرح ديال المحور الثاني ديالنا لي غاسين كاري اي لي زوبيراسيون. اذا عندنا هنايا الخاصية الاولى، soit A et B deux nombres positifs, on a la racine de A fois B. يعني إلا عندي الغاسين ديال A fois B، يعني عندي الجداء في الداخل ديال واحد الغاسين، إيكالا la racine de A fois racine de B. يعني من حقي أنني نفرق عليهم داك الغاسين. مزيان، ركز مزيان، غير في الضرب، ماشي الجمع ولا الطرح، غير الضرب. إلا عندي الضرب داخل الغاسين فراه يمكن ليا نفرق عليهم الغاسين وندير الضرب بيناتهم. نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا مزيان. اذا عندنا هنايا هذا المثال الاول، غاسين 2 فوا غاسين 11. اذا كما قلنا عندي هنايا غاسين 2 فوا غاسين 11، يعني عندي الضرب غادي نجمعهم في واحد الغاسين. الوغ 2 فوا 11 ايكالا 22، جوج مضروبه في 11 يساوي 22. نشوفوا واحد المثال اخر، عندي غاسين 3 فوا غاسين 7. اذا نفس الشيء، عندي هنا غاسين 3 فوا غاسين 7، جذر مضروبه في الجذر ايكال، كنجمعهم في واحد الجذر كبير وكندير في الداخل 3 فوا 7، 3 مضروبه في 7 ايكالا غاسين 21. نشوفوا مثال واحد اخر، هنا عندي غاسين 18 جذر 18. اذا شنو هو جذر 18؟ اشنا هي 18؟ شحال كتساوي 18؟ 18 هي 9 فوا 2. اذا 9 في 2 ايكالا 18. اذا غادي ندير واحد الغاسين كبير وغادي نحيد 18 وغادي ندير 9 فوا 2. هنايا عندي 9 فوا 2، يمكن ليا انني نفرقهم. غندير ايكال غاسين 9 بوحدها مضروبه في جذر 2 بوحدها. مزيان، دابا غاسين 9 شنو هي؟ 9 هي 3 فوا 3، يعني 3 او كاري. اذا غادي ندير ايكالا غاسين 3 او كاري فوا غاسين 2. غيمشي ليا الاو كاري مع الغاسين، هادشي اللي شفناه في الفيديو اللي قبل من هذا. الا ما تفرجتيش فيه سير تفرج فيه عاد جي كمل باش يكون عندك الفهم متكامل. اذا مشى ليا غاسين مع الاو كاري، يبقى ليا ايكال 3 فوا غاسين 2. نشوفوا واحد المثال اخر، عندي هنا غاسين 25 فوا 7، غاسين 25 مضروبه في 7. اشنا هي 25؟ 25 هي 5 في 5، يعني 5 أس 2، 5 او كاري. اذا غندير واحد الغاسين هكا، غادي ندير 5 او كاري فوا 7. غنطبق القاعده ديالي، غنفرقهم. مزيان، اذا يمكن ليا نجمعهم ولا نفرقهم. دابا انا غادي نفرقهم، غاسين 5 او كاري بوحدها فوا غاسين 7. مشى ليا الاو كاري مع الغاسين، غتبقى ليا ايكال 5 غاسين 7. نشوف واحد المثال اخر، غاسين 160. عندي هنا جذر 160. اذا شنو هي 160؟ هي 16 مضروبه في 10. اذا ندير واحد الجذر كبير وندير غاسين 16 مضروبه في 10، كنفككها، كنطبق العلاقه ديالي ايكال غاسين 16 فوا 10. اذا شنو هي 16؟ 16 هي 4 فوا 4، يعني 4 او كاري. اذا ايكال غاسين 4 او كاري فوا غاسين 10. يمشي ليا او كاري مع الغاسين، غتبقى ليا 4 غاسين 10. اذا ندوزو نشوفو مثال واحد اخر،
إذا عندنا هنايا غاسين 180. إذا 180 غادي ندير ليها لا ديكومبوزيسيون، غادي ندير لها التفكيك. إذا 180 هي 9 مضروبة في 20 إيكال، غنطبق العلاقة ديالي وغادي نزيد نفككهم أكثر. إذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني 20 شنو هي؟ 20 شنو هي؟ 20 هي 4 مضروبة في 5 إيكال، غادي ندير واحد الغاسين كبير. 9 شنو هي؟ 9 هي 3 في 3 يعني 3 أو كاري، و 4 هي 2 فوا 2 يعني 2 أو كاري فوا 5 إيكال. إذا هادو كلهم غنفرقهم ونطبق القاعدة ديالي. غادي ندير غاسين 3 أو كاري فوا غاسين 2 أو كاري فوا غاسين 5. غاسين 3 مشى الأو كاري مع الغاسين، غاسين 2 أو كاري مشى الأو كاري مع الغاسين، غتبقى ليا 3 فوا 2 غاسين 5. 3 فوا 2 إيكالا 6 غاسين 5. إذا ندوزو نشوفو واحد المثال أخير باش نفهمو مزيان. إذا عندي هنايا غاسين 7 بويسونس 3 إيكال. إذا 7 بويسونس 3 شنو هي؟ هي 7 أو كاري فوا 7 بويسونس 1، يعني بحال فرقنا لي بويسونس. إذا هنايا إيكال غاسين 7 أو كاري فوا 7 بويسونس 1 إيكالا. كنطبق القاعدة ديالي، كنفرق عليهم الغاسين، كيعطيني غاسين 7 بويسونس 2 فوا غاسين 7 بويسونس 1. 7 بويسونس 1 هي 7، غتبقى ليا غاسين 7 أو كاري، غنمشي لغاسين مع الأو كاري، غتبقى ليا إيكال 7 غاسين 7. إذا التطبيق ديال هاد القاعدة هادي بسيط بزاف. نتمنى أن الشرح هذا يكون واضح، درنا بزاف الأمثلة باش أنكم تفهموا مزيان. ندوزو دابا للبروبريتي دو soit A et B deux nombres positifs avec B différent de 0، يعني B كيخالف ليا صفر، لأن غادي يكون في المقام صفر انتيغدي يكون في المقام. قلنا قاعدة كتقول إلا عندي غاسين دو A sur B، يعني القسمة دو A sur B إيكال، نقدر نفرق عليهم الغاسين كما درت مع الضرب، غنديرو مع القسمة غاسين دو A sur غاسين دو B. إذا واضحة بحال الضرب. إذا هاد القاعدة هادي كنطبقوها غير في الضرب والقسمة، الجمع والطرح لا. ندوزو نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو مزيان. يعني هنا المثال الأول غاسين 3 sur 4 إيكالا. إذا شنو عندي هنا؟ عندي غاسين 3 sur 4، نطبق القاعدة ديالي غادي يعطيني غاسين 3 sur غاسين 4. شنو هي غاسين 4؟ شنو هي 4 هي 2 فوا 2 يعني 2 au carré. alors égal racine 3 sur racine 2 au carré égal à racine 3. هنا racine 2 au carré غنمشي au carré مع الغاسين، غتبقى ليا 2، بقى ليا 2. ندوزو نشوفو واحد المثال واحد اخر. racine 25 sur 49 égal، نفرق عليهم الغاسين، نطبق القاعدة ديالي دابا راه ولات مفهومة واضحة. نفرق عليهم الغاسين، عطيني غاسين 25 sur غاسين 49 إيكال 25 هي 5 فوا 5، 25 هي 5 في 5 يعني 5 أو كاري، و 49 هي 7 فوا 7 يعني 7 أو كاري. غتخرج ليا غاسين 5 أو كاري sur غاسين 7 أو كاري. مشى ليا الأو كاري مع الغاسين، بقى ليا 5 sur 7. نشوفو مثال اخر باش نفهمو مزيان. غاسين 8 sur غاسين 2 جذر 8 على جذر 2 إيكال. إذا نطبق القاعدة ديالي، عندي الغاسين على الغاسين غنجمعهم في واحد الغاسين إيكال غاسين 8 sur 2. 8 sur 2 هي شحال؟ 8 مقسومة على 2 هي 4 إيكال غاسين 4. 4 شنو هي 2 fois 2 alors égal racine 2 au carré. مشى ليا الأو كاري مع الغاسين إيكالا 2. هادشي بسيط. ندوزو نشوف واحد المثال ثالث باش نفهمو مزيان. عندي هنا غاسين 1 sur 6 إيكال، باقي القاعدة ديالي نفرق عليهم لو غاسين، غاسين 1 sur غاسين 6. غاسين 1 شفنا إيكالا 1
Alors racine 1 égale à 1. 6 هي 4 fois 4. Alors égale à racine 4 au carré. مشى ليا au carré مع الغاسين غتبقى ليا 1 sur 4. إذا نشوفوا آخر مثال. عندي غاسين 9 sur 2. إذا غنطبق القاعدة ديالي غادي نفرق عليهم الغاسين. غتعطيني غاسين 9 sur غاسين 2. 9 شنو هي؟ 9 هي 3 fois 3 يعني 3 au carré égal 3 sur racine 2. إذا باش نحيد الغاسين في الدينوميناتور قلنا كيفاش. إذا كنضرب في نفس العدد اللي عندي في الدينوميناتور اللي هو غاسين 2، يعني في نفس الغاسين اللي عندي في الدينوميناتور غاسين 2. إذا كنضرب في غاسين 2 لتحت وكنضرب في غاسين 2 لفوق غتخرج ليا 3 غاسين 2 الفوق، وفي التحت غاسين 2 فوا غاسين 2 هي غاسين 2 او كاري. مشى ليا الاو كاري مع الغاسين ايكالا 2، بقى لي جوج. اذا نتمنى انكم فهمتوا هاد جوج الخاصيات هادو ساهلين بساط ما فيهم والو. غتحاول تفرج في الفيديو، الا ما فهمتيش عاود الفيديو مشويه عليك غادي تفهم ان شاء الله. اذا هكا غادي نكونوا وصلنا لنهايه هاد الفيديو هادي اللي شرحنا فيها المحور الثاني من الدرس ديال لي غاسين كاري اللي شفنا فيه لي غاسين كاري لي زوبيراسيون. دوينا على كيفاش نتعاملوا مع الجذر المربع مع العمليات خاصه مع الضرب والقسمه، وشفنا جوج الخاصيات اللي كاينين. اذا الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه وتبارطاجيه لا فيديو مع الاصدقاء ديالك باش تعم الفائده. الى عندك شي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمتيهاش خليها لينا في صندوق التعليقات، انا راه كنقرا جميع التعليقات وعليهم كنبني الدروس اللي تيجيو من بعد. تسناونا في لا فيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نشرحوا فيه المحور الثالث اللي غندوي فيه على comment résoudre l'équation sous forme de x au carré égale à. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.